السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الزيتون. عملنا قبل كده ليمون مخلل، عملنا انواع كتير من الزيتون. النهارده هنعمل الزيتون الاسمر او الموف ده او البنفسجي او الزيتون المعطون، وهنعمل كمان الزيتون الاخضر. النوع ده انا ما عملتوش معاكم، انا عملت قبل كده العزيزي وعملت التفاحي. النهارده هنعمل الزيتون الكلمات الاسباني. ده روعه يا جماعه، بدا يتزرع في مصر بقاله فتره وجبار. عارفين كده كميه زيت زيتون بتخرج منه رهيبه، حتى وانتي بتغيري عليه الميه باستمرار بتلاقي كميه زيت فظيعه 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 وانتي بتغيري عليه الميه من وقت للتاني. هنعمله بطريقه مبسطه وسهل جدا ويطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه معايا ده. انتوا بس تابعونا كده. والمقادير كل اللي هيكون ثابت فيها هو الملح بس، بعد كده تقدري تزودي او تقللي من النوع اللي انتي حباه او عاوزاه. تمام. انا جبت الزيتون كله على بعضه، بس فصلت الاخضر لوحده والموف لوحده وكسرته عندي في الكساره. هوريكم ازاي. على فكره تقدري تعملي الزيتون الاسمر او الموف ده من غير تكسير، بس انا عملته علشان ناكل منه على طول يعني، فعملت جزء منه متكسر. ضروري وانا بكسر الزيتون او بشقه بالسكينه على حسب انت عاوزه ايه، بس انا بكسره عشان ناخد منه على طول، ما نستناش كتير يعني. لو انت هتشقيه بالسكينه يبقى اللي يقعد معاكي من شهر ونص شهرين كده لحد ما تاكلي منه. انا عندي الكساره دي كنت عملت بيها قبل كده معاكم وشفتوها معايا، وهوريكم برضو شغلها عامل ازاي. وضروري يكون تحتها في ميه فيها ملح ليمون. اول حاجه انا قطعت كميه الليمون اللي انتوا شفتوها معايا دي طبعا بعد ما كسرت الزيتون. والزيتون ده انا غيرت عليه ميه لمده 4 ايام، صبح وظهر وليل، 4-5 ايام اللي تحبيه. هنا بقى معايا ليمون شرايح مكعبات، معايا ملح وكزبره حصى وفلفل احمر واخضر، وكمان جزر متقطع التقطيعه اللي انتوا شايفينها معايا دي كده. وطبعا التقطيعه ترجع لك انت، لو هتسيبي الزيتون مسافه كبيره او مده كبيره تقدري تحطي الجزر زي ما هو. لو هتبداي تستخدميه على طول زي كده من بعد 10 ايام قطعيه صغير علشان يستوي بسرعه وتبداي تاكلي منه مع الزيتون عادي. طيب اخدت جزء كده من الزيتون اللي معايا، واخد بالي لو قابلني زيتونايه خضراء زي اللي هتشوفوها معايا دلوقتي، اعرفي ان دي انا ما فتحتهاش، ما كسرتهاش او ما شقتهاش. لو انت بتشقي او بتكسري هتلاقيها ايه زي ما هي خضراء معاكي كده، دي فلتت منك كده ما اتكسرتش. ممكن تكسريها قبل ما تحطيها في المخلل عشان ما تفضلش مره. حطيت جزء من الزيتون وهحط جزء من الليمون والفلفل البارد والحر، وشويه من الجزر وشويه من الزيتون تاني علشان يسهل عليا كده ان انا اقلبه. وبعد كده هزود بقى معلقه كبيره او معلقتين زي ما تحبي من الكزبره، بس لما بتيجي تاخدي الزيتون ويطلع معاه حبايه الكزبره كده بتبقى طعمها حلو قوي بعد ما بتتخلل معاه. بس ضروري الكزبره قبل ما تحطيها في المخلل تحمصيها علشان ما تدودش وتبوظ لك المخلل. طيب انا حطيت لتر من الميه مغلي ومتبرد تماما، عليه 5 معالق من الملح ونص معلقه صغيره من السكر عشان يحافظ على جرشه الزيتون، وكمان هحط رشه بسيطه من لون الزعفران اللون الاصفر، وكمان هحط فنجان صغير من عصير الليمون ومعلقتين من الخل، معلقتين كبار يعني ممكن يبقوا نص فنجان صغير اللي هو بتاع القهوه ده. بعد كده قلبت كل السوائل مع بعضها، وقلبت كمان الزيتون مع الخضار اللي معاه كويس جدا، وبقى بالشكل ده. عبيت البطرمان ابقى شطفاه بخل خام خالص، او حطاه في ميه على النار والميه يكون فيها معلقه ملح البطرمان على وشه كده، واسيبه لحد ما يتبخر تماما، واتاكد انه قضيت على اي ميكروب او بكتيريا فيه ممكن تبوظ لي المخلل. وطبعا الميه مغليه عشان اتخلص من الكلور او الشبه او اي مشكله ممكن تبوظ لي المخلل او تخليه يعمل ريم. فضروري ميه المخلل اللي هستخدمها تكون مغليه قبل كده ومتبرده، تمام، تكون بارده جدا. انا عندي قطعات من البلاستيك دي، استغنيت عن واحده منهم كده كانت بدات تتجرح وشكلها يبقى بايخ، واخدت منها جزء لان انا ما عنديش الكباسات البلاستيك بتاعه البطرمانات دي. فانا باخد دي كده واقطعها على قد الاطار بتاع البطرمان، احطها في البطرمان زي ما انتم شايفين معايا كده، وانزل بالمحلول. وضروري هي بتكون كبسه الزيتون لحد تحت علشان خاطر ما يعمليش ريم على الوش ولا حاجه زي كده. بنزل بالمحلول لحد قرب اخر البطرمان كده، واسيب حوالي كام سنتي علشان ازود عليهم شويه من الزيت. انا هنا بفضل استخدم زيت الزيتون عشان احافظ على طعم ونكهه والقيمه الغذائيه للزيتون، لان احنا لما بطلع الزيتون بيطلع معاه شويه من الزيت كده، فاوقات بنغمسه مع زعتر او دقه زعتر فيبقى حاجه صحيه مش زيت يعني من اللي هو العادي او المعدل وراثيا زي زيت الذره او العباد او الكلام ده كله. بيكون زيت الزيتون افضل. طبعا انت تقدري تستخدمي نوع الزيت اللي يريحك او المتوفر عندك. النتيجه في الاخر بتختلف في القيمه الغذائيه بس، ولكن طعمها بيكون حلو.
طيب انا كده خلصت، عبيت المحلول وهنزل بقى بشويه من زيت الزيتون زي ما انتم شايفين معايا كده. وبعد كده هغطي البطرمان كويس. ضروري وانا بغطي البطرمان احافظ على اني ااكد على الغطا باني احط يا اما نايلون او ستريتش راب او كيس بلاستيك من هو بتاع اللي بيتباع فيه اللبن والمخلل والحاجات دي، الكيس الغذائي. مش هيفرق اي حاجه، بس تعمل عازل للهواء زياده، مع ان انا عامله عازل بالزيت بالبلاستيك اللي انا حطاه بالغطا، بس باكد علشان دي حاجه بتفضل عندي متخزنه، ما ينفعش ان انا ابوظها على نفسي يعني على اخر لحظه. طيب هنا بقى انا اخدت كميه من الزيتون تاني، وهزود نفس الحاجات، بس هزود هنا الشطه شويه، يعني هزود الفلفل والليمون شويه في المقدار ده. حطيت فلفل كله سبايسي احمر واخضر، وشويه من الجزر وشويه من الليمون، وهبدا اعبي البطرمان اللي بعده. البطرمان ده بقى انا هعمله يعني اكل منه بعد اسبوع بالكتير، هيبقى حاجه سريعه كده. تمام. هحط المكونات اللي معايا، وطبعا ما انساش اعقم البطرمان. انا بغسله كويس واسيبه ينشف، وبعد كده بشطفه بخل. هحط هنا بقى فنجال من عصير الليمون، وفنجال من المحلول، وحوالي نص فنجال من زيت الزيتون علشان احكم بيه الهواء، وفي نفس الوقت الطعم يبقى كويس. هزود كمان رشة ملح بسيطة حوالي نص معلقة على الليمون من فوق، وهغطي على البطرمان ده. وده بقى هيبقى سريع جدا. البطرمان اللي جاي شايفين انا بشطف بالخل ازاي علشان اضمن ان البطرمان نضيف معايا يا جماعة. حطيت بقى نفس المكونات، ولكن هنا الفلفل مش كتير زي هناك. حطيت حاجة تغير النكهة وتديني طعم مختلف. حطيت فص من التوم، هنا هحط فصين، يعني كل شوية جزء كده بحط فص توم كبير كده زي ما هو، ما بكسرهوش. نفس المحلول وعليه زيادة شوية في الليمون، وده طبعا هيبقى رقم 2 اللي هيتفتح بأمر الله إذا كان في نصيب مثلا بعد شهر. تمام. زودت هنا شوية بسيط من عصير الليمون عشان أنا عاوزاه يستوي أسرع ويبقى مزز قوي. تمام كده. برضو حطيت نفس الكلام المحلول، وهزود شوية من زيت الزيتون عشان أحكم الهواء ما يدخلش للزيتون. كده بقى خلصت المخلل الأخضر، وهدخل بقى على الموف، وده بيبقى متغير عليه مية لمدة كام يوم. آخر مرة بنزل عليه بمية مغلية واسيبها عليه لحد ما تبرد، وبعد كده بحط له نفس المحلول، مية وملح وخل. بس المقادير هنا بتختلف، يعني لتر المية المغلي ومتبرد عليه 6 معالق ملح، عليه فنجان خل صغير. طبعا بغمر الزيتون بالمية، وبحط مية زيادة زي ما انتم شايفين معايا كده، يعني بتبقى زيادة عن حاجة البطرمان لحد ما احس ان الزيتون طلع بره البطرمان اللي فوق كده، علشان لما اجي اغطي. وطبعا ببقى حاطه طبق تحت كده علشان لازم يطلع فايض من مية الزيتون عشان اتاكد ان ما فيهوش هواء خالص، لان ده ممكن قوي انا ما احطش عليه زيت. طبعا لو حابه تحطي عليه فنجان صغير من الزيت مفيش اي مشكله، بس انا ما بحبش احط عليه زيت. ممكن بعد ما يستوي اصفيه كويس من الميه واحط عليه شويه زيت زيتون ساعه الاكل. تمام. شايفين الفايض بتاع الميه ده لما بيخرج كده بيضمن لي باذن الله ان مفيش هواء في العلبه خالص او في البطرمان خالص، وفي الحاله دي يبقى الكبه الصح. وده بقى بيبقى اكتر شبه للزيتون اللي بنشتريه من المحلات اللي بره. تمام. يعني بس اهم حاجه بتحطي عليه، بتغيري عليه الميه كام يوم، وبعدين بتحطي عليه ملح وتسيبيه لمده ساعتين في الملح في مصفى عليها حاجه تقيله. وبعد كده بتحطيه بقى في بوله كده ازاز، وتقومي نازله عليها بكاتل ميه مغليه وتسيبيها لحد ما تبرد، ومن هنا بقى بتشطفيه وتبداي تعملي فيه اللي انت شايفاه ده. بس انا كنت مصوراه، مش عارفه بصراحه المقطع ده اتحذف من عندي ازاي والله، بس يعني الحمد لله. ليه رجاء عندك اخير، لو كنتي وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو، ارجوكي لما تشوفي الفيديو شوفيه على الاقل 3-4 دقايق علشان الفيديو ما يسقطش، ما يقعش مني. لما بتشوفي لمده دقيقه او دقيقه ونص الفيديو بيقع، وفي الحاله دي ما بيتشافش وما بينزلش في المقترحات اليوتيوب. المفروض انه بيقترح الفيديوهات اللي الناس شافتها واستمرت في المشاهده شويه، يعني فوق ال3 دقايق. معلش بقى طلبي لو كان غلس اعذريني، انا اختك، واشوفك على خير في فيديو جديد مع وصفات من مطبخ اميره. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.